يقدم الحقيقة بأداء راقي وجميل، ويجبر المنتخب السعودي على اللعب العرضي الكثير. بص حضراتكم، ادي انطلاقه سلمان الفرج، افضل لاعب في المملكه العربيه السعوديه النهارده، افضل لاعب في الاخضر السعودي سلمان الفرج. تاني من جديد وهوب، لا 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 لا، عملوها، خلصوها، وباقدام فهد المولد سجلوها. اخيرا 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 وجد الطريق الى مرمى العنابي. تاني من جديد تيسير الجاسم الى ناصر الشمراني، لياتي فهد المولد في الوقت المناسب ويسجل اول اهداف اللقاء. احسن لعبه وافضل لعبه للاخضر السعودي. اوه يا سعودي، اوه الكاس شكلهم ناويين ياخدوه. نعم 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 نعم، رغم السيطره العرضيه الكثيره، تمريرات عرضيه كثيره، وفجاه تمريره عميقه وناصر الشمراني وكره عرضيه ارضيه، وفهد المولد في الوقت المناسب يسجل اول اهداف اللقاء. مثلث جميل جدا جدا ما بين تيسير الجاسم وناصر الشمراني وفهد المولد، وفي الوقت المناسب يقتحم منطقة الجزاء ويسجل أول أهداف اللقاء. 1-0 للأخضر. أبو علام اللي عنده مواصفات المهاجم، والمهاجم غير راس الحربة، والمهاجم غير الهداف. هو مهاجم وهداف لكنه مش راس حربة، راس حربة لكن بيتم الاستفادة منه. ادي الضربة الركنية السريعة عالية فوق، لا 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 لا، هدف التعادل. الله عليك الله عليك الله عليك. بص شوف ابراهيم الماجد بيعمل ايه، ضربة راس صعبة على الحراس تسعد كل الناس من عشاق العنابي. رد سريع وفوري وقوي، ضربة راس من ابراهيم الماجد المدافع الدولي القطري ليحرز هدف التعادل، والصمت يهيمن على مدرجات الاخضر السعودي. 1-1 لترفرف الاعلام القطرية في سماء الرياض. ضربة راس رغم انه محاصر ب4 لاعبين، ولكن حرفية الضربة الركنية وحسن تمركز ابراهيم الماجد يسجل هدف التعادل. 1-1. وليد عبد الله توقيته مش مناسب ابدا، تقديره مش مناسب.